ليه لغايه دلوقتي مش عارف تتكلم فرنساوي؟ ولما اجي اسالك تقول لي اكلم مين؟ انا مش لاقي حد اتكلم معاه. اهلا بيكم، انا سيف بتاع فرنش. دي الحلقه الرابعه من طالب فرنساوي شاطر. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ازاي احسن مهاره الكلام عندي، التحدث. اول حاجه طبعا لازم تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت عشان كل حلقه ما تكون مرتبطه باللي بعدها، ومهاره الاستماع كنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت. تاني حاجة لازم تكون انت معود ودانك على سماع اللغة الفرنسية، يكون ليك جزء في اليوم بتتكلم فيه فرنساوي وبتسمع فيه فرنساوي. طب اتكلم ازاي؟ لازم كل يوم تقعد تسمع وتكرر كتير جدا، تعمل حاجة اسمها شادوينج، تسمع وتكرر مع اللي بيتكلم بالظبط. ده كده هيوسع نفسك خالص في اللغة، وهيخليك بتتكلم بطريقة كده كورامون، بطريقة كده بتتكلم بسلاسة. لما تيجي تتكلم بتعرف تنطق صح، فما بتخافش وبيكون عندك ثقة كده. تكنيك مهم جدا، سجل لنفسك كل يوم 30 ثانية في 5 مرات، وكل مرة بتزود 10 ثواني. كذلك الامر كل يوم على مدار 10 ايام، مستواك هيفرق مليون في المية حرفيا في اي موضوع عادي زي ما تحب. بس مهم جدا ان انت تسجل بنفسك وتسمع صوتك عشان تطلع الاخطاء بتاعتك. انا عارف في البداية هتقعد تقول دولت بيتريقوا عليا في النطق بتاعي، دولت ما بيعرفوش يخلوني اتكلم كويس. خليك في نفسك، ركز في نفسك. الواحد ما بيتعلمش كده اللغة وخلاص، احنا بنتلخبط وكل الناس بتتلخبط. خليهم هما الناس الجامدة جدا ما بيتلخبطوش، بس احنا بنتلخبط. احنا ناس بنتعلم اللغة، مش متعلمينها اصلا او دي اللغه الام بتاعتنا، فطبيعي نتلخبط. تاني حاجه معانا مهمه جدا، لازم تعود دماغك وتعود تفكيرك على اللي انت بتفكر بالفرنساوي. طب اعودها ازاي؟ وانا في الشارع اشوف كم محل وهضربها كده كده واشوف الدنيا عامله ازاي ان فرنسي، اقول انا هتمشى لغايه اخر الشارع ده بالفرنساوي. انا شفت صاحبي السنه اللي فاتت في الحته دي، واعود نفسي على الثقافه المصريه بس ان فرنسي. الموضوع ده هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا لما تيجي تسترجع الكلام في دماغك. نقطة مهمة جدا وانت بتتعلم اللغة، لازم تحاوط نفسك وانت بتتعلم اللغة بالناس فرنسيين، ناس بيتكلموا فرنساوي، الناس بيتعلموا فرنساوي، الناس مدرسين فرنسيين، علشان تكتسب اللغة. وطبعا لازم تقعد بقى تحاوط نفسك بالميديا فرنسي، زي مثلا بودكاست فرنسي او تي في 5 موند. الحاجات دي بتفرق معاك وبتعودك على الثقافة الفرنسية عاملة ازاي. وما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك، سبسكرايب، وتمنشنه مع اصحابك كمان، وتحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر بحيث كل الناس تستفاد منه على جروب الدفعة مع اصحابك وما بيتعلموا اللغة. الحاجة دي هتفرق معاهم مليون في المية. سلام.